السلام عليكم. جات لي واحد الفكره لراسي، قلت بلاتي نشاركها مع الناس اللي كيتابعونا، المهم الناس اللي كيشاهدونا مره. تخيلوا معايا مثلا لو كانت الادارات، يعني الادارات الوطنيه كتخدم بهذه الطريقه، الادارات المغربيه بصفه عامه كيفما كانت كتخدم بهذه الطريقه، خصوصا اننا حنايا وصلنا لسنه 2024 ولكن الادارات باقين في العصور الاولى ولا ما عرفتش كاع، باقين في الاوائل. حنا وصلنا الاواخر وهما باقين في الاوائل. تخيلوا معايا دابا اننا الا بغيتي مثلا اكستري ولا بغيتي تصوب كارت ناسيونال ولا بغيتي تاخذ اي وثيقه في اي اداره مغربيه، خصك ضروري انك تكون حاضر، تكون يعني تكون حاضر جسديا ومعنويا وماديا. مثلا يعني جسديا وحتى يعني انك تكون حاضر كشخص، يمكن لك تاخذ الوثيقه وانت كاين بعيد مثلا. ولكن المشكل دابا اللي كنواجهو مثلا حنا المواطنين اننا مثلا كنكونوا بعض الفترات بعاد على المنطقه فاش تزادينا ولا بعض المنطقه اللي فاش غندفعوا لاكارت، وكيكون عليك ملزم انك ضروري تكون تمشي تكون تحضر باش تدفع مثلا لاكارت ولا تاخذ شي وثيقه ولا. ولكن راه قانونيا هي ضروري ان الشخص هو اللي يكون حاضر صراحه باش ياخذ الوثيقه هذه قانونيه. ولكن القانون مثلا ما اكل عليه هو الدرهم والشريف، زعما ما فاتوش الوقت. هذا القانون زعما ما هو ما كيتجدد كما كيتجددوا كاع القوانين الاخرى، شحال من حاجه تتطور، ولكن الادارات هي باقا بلاصتها ما كتطور ما والو. دابا كاين القانون كاين فاش في واحد الوقت باقي ما كاين التليفونات، باقي لا كاين التصوير، باقي لا كاين الاشعه، باقي ما كاين والو، باقي ما كاين البصمات في التليفون، باقي شحال يعني خصك ضروري تجي تبصم ولا ضروري تجي باش تسني شخصيا بانك تثبت انك يعني سلام بخير عليا لاباس لاباس بخير عليا الله يحفظك، كتثبت انك هو داك الشخص اللي باغي داك الوثيقه. وانا صراحه كيبان لي ان التطور كاين اللي كاين دابا عصر التكنولوجيا، الهواتف الذكيه والبيسيات وشحال من حاجه انك ممكن تبصم انطلاقا من الهاتف ولا انك تسني انطلاقا من الهاتف. يعني ماشي ضروري انك تثبت ان داك الشخص، انك تمشي ضروري تحضر، تثبت من الهاتف انك فقط انت هو داك الشخص. والوثائق راه كاين PDF تصيفطها تجاليزها في اي مقاطعه حداك ولا شحال تصيفطها، ماشي ضروري تحضر ديك المقاطعه ولا ضروري تمشي للبلاد باش تجاليزي ديك الوراق. كما قلت انه يعني كاين يعني كيبان لي القانون الاداره حتى هو خص يتشونجا، خص يعني يواكب العصر كما كيتغيروا بزاف القوانين. الاداره حتى هما خص يواكبوا العصر، وحتى انه بهذه الطريقه غتكون يعني كاين واحد السرعه وكانت الخفه على الناس اللي خدامين في الادارات وكذلك على المواطن، وسهل تكون القضيه سهله. وحتى الرسوم يعني نقول انه خصك تمشي ضروري خصك يعني 2 دراهم ولا شحال ديال الرسوم ديال الجيستيون ولا شحال. هذيك راه دابا اي واحد كيكون عنده كونت الا كاع ما عنده ديك الساعه غيفتح له كونطات اخرى. يعني هذه اللي عطا الله الشركات خاصه بالابناك والناس عن قرب مثلا كاش بلوس كيفتحوا الحسابات المزان وقطعات تكون قليله ولا المهم يكون يديروا كاع ان الحسابات اللي بتكون مجانيه ما يكونش فيها قطعات ما والو، خاصه بانك المواطنين يقدروا الاغراض في الادارات، ولا يكون شي حساب حتى بها الادارات المغربيه ولا شي حاجه بحال هكا كتلوح عليها مثلا غتجاليزي الوراق واش كتلوح داك الا كاع ما عندك كتلوح داك الحساب باش غتجاليزي المسائل ديالك خصك كيقتطعوا لك داك المبلغ وتكون خفه في كل شيء صراحه. المعاملات ماشي ضروري. هادشي اللي بان لي انا صراحه. عرفت صراحه هاد الفكره طاحت لي على الدماغ، قلت واش هي ممكن تكون في الواقع ولا ما ممكنش تكون في الواقع. حيت انا كيبان لي هذاك الشيء ديك العراقيل غير انه خصك انه ضروري الشخص يجي يعني مثلا ضروري يثبت انه هو داك الشخص المعني بالامر. يعني الشخص راه يتلقى من البصمه ديال من الهاتف ولا من يديروا كاع ديال العين يبين انه الشخص هو يعني هو هذاك، ماشي ما كاين لا واحد اخر لا والو يثبت ليه هو يكون هو هذا. صراحه انا هادشي اللي بان ليا يعني خصوصا في لاكارت ناسيونال وكاين شي حوايج اخرين مثلا الوثائق كما كانت. الشخص راه كيكون بعض الخطرات بعيد، راه خصو مثلا يمشي لبلادي باش يقاد وثائق يخسر غير واحد 1000 درهم ولا 1500 ولا على الاقل 500 درهم الترونسبور 200 درهم 150 درهم. علاش هادشي كامل؟ حيت خاصو شي وثائق مثلا باغي يدفع لاكارت ناسيونال خصو ضروري يمشي يكون حاضر في المنطقه باش يدفع. واش بان لكم؟ انا الصراحه بان لي هادشي خص يكون واحد التغيير في القوانين ديال الادارات حتى هما يواكبوا العصر، خاصه كاين
التطور كلشي خدامين البيسيات، ولكن ديك البيسيات لا فائده منها. خص ضروري تجي تحضر كتبوا لك يعني هي خص يكون تطور. انا كيبان لي الصراحه القوانين خص تشونجا حتى هي. هادشي ما فيه حتى تبقى ضرر صراحه لا الادارات، لا بالعكس كلشي كيكون خفيف ظريف، كيكون داكشي عصر وكيواكب السرعه. وكيكون خص يديروا واحد الوقت مثلا الا كان العدد الطلبات كثير يديروا وقت محدد انك باش تخرج فيه مثلا كستري ديالك ولا تخرج فيه المسائل ديالك، ويصيفطوا لك بي دي اف حتى لي كارت يصيفطوها هادي ويديروا لي الساليات. كاين بزاف والله. راه فكره انا طاحت ليا وقلت انا يديروا الساليات تا هما مثلا اي يدير لي كارت. الناس اللي بتكتب لي كارت كيديروا كل مثلا كل نهار تيصيفطوا، المهم كيديروا واحد العدد تيصيفطوا الناس لي كارت عاوتاني في ارساليات تمشي انت تجيب لا كارت ديالك بلا ما ديرش مازال. هادشي اللي بان لي انا ما عرفتش الصراحه. وانتم واش الفكره زعما ما يمكنش تكون سائره على الواقع؟ واش ممكن تكون سائره هذه الفكره ولا غير ممكن تكون سائره؟ ايوا ما عرفتش والله اعلم.